سلام البنات، إن شاء الله تكونوا في أحسن أحوالكم وبصحة جيدة. فيديو اليوم هو عبارة عن فلفل حار مرقد بطريقة سهلة وبسيطة، خاصة للمبتدئات. حيبقى معكم مدة طويلة حتى من غير ما تخبوه في الثلاجة. تابعوا الفيديو للأخير وفرجة ممتعة. عندكم فلفل حار، لازم حار ويكون هذاك الفلفل كما نقولوا ماهوش خامج، ما تديروش في كعبه فيه خامجه. المهم انا غسلته مليح، نشفوه مليح، ما تخلوا حتى قطره ماء. وده هو الشيء اللي يخلي الفلفل المرقد يفسد معاكم، هذيك القطرات تاع الماء. انا غسلته بالماء والخل، نشفته جيدا، خليته ساعه هكذا ناشف باه بديت نخدم فيه. نستعين دائما بالقفاز لأنه فلفل حار. نتخلص من البذور أو الزراع اللي فيه. نتخلص كذلك من هكذا كان واحد الأشياء هكا بيضة نتخلص. أنا خلطت معاه شوية فلفل أحمر حتى يعطي له منظر وذوق، يعني بطبيعة الحال. ممكن تحطوا اللي ما يحبش الحار بزاف يحط فلفل أحمر حلو. فوالا، نقطعوه. علاه نقطعو كيما هكذا البنات باه كي نرحيه ما يجيش معايا بيغي. دوك نعطيكم طريقه، تابعوا الفيديو برك. اللي وصلت المرحله هذه نقولها ما تنساش اللايك باه يطلع معنا الفيديو ويوصل اكبر عدد من المتابعين. شوفوا، نعملوا في الغبو، تعملوا في الغبو. اما ما تروسوش بزاف على الغبو، تعملوا شوفوا ضربه كيما راني تشوفوا، 2 3 4. يعني ما لازمش يكون مرحي جيدا، يعني كومان بيغي هكذا كومان بات، لازم يكون على شكل مربعات. دوك تشوفوا هنا، نعطيلكم هنا ونزيد نعطيلكم في الرحلة الثانية هكذا باه تنجح معاكم الوصفة. يعني هي الوصفة واضحة يعني. بما انه احنا رانا في فصل الصيف، رانا نحضروا فيه ديما نعملوا الأولى تاع الفلفل الحار للشتاء ان شاء الله. والطريقة دي يعني تاع جداتنا وماتنا طريقة ناجحة. جربوها، يعني جربوها بإذن الله ينجح لكم. خاطر كاين بزاف اللي يقولكم ينجحش معانا الفلفل كي نرقدوه يفسد معانا. ليه تابعوا الحيل فقط. هاو ليكم بعد ما رحيتو كامل. شوفوا هنا بعد ما رحيتو كامل، كي تلقاو ديك الحبات هكا مش مرحيين بيان، زيدوا عاودوا قصهم بالسكينة فقط. هنا نروحوا باه يجيكم على هنا نعطيكم هنا باه يبقى محافظ هكا مدة طويلة حتى من غير ما تحطوه في الثلاجة. ودي لاستيس انكم تتخلصوا من الماء اللي فيه. دوك تشوفوا انا خليته ليلة كاملة، وكاين حتى اللي يحط عليه صحن وحاجة ثقيلة باه نتخلصوا بدك الماء للفلفل. هذا هو الماء اللي في الفلفل، هو اللي يفسدوا معاك، هو اللي يفسد يعني، هو اللي ما خليش طريقة الفلفل المرقد تنجح معاك 100%. نعمل ملعقتين من الملح. لا نجيب ورق ولا أي حاجة نغطيه على الهواء ونخليه. أنا خليته ليلة كاملة في الثلاجة بطبيعة الحال. نحاول ديما نغطيه عليه باه نتخلص من السوائل اللي فيه كامل. ولا نأكد ونعاود لازم تخلصوا من السوائل اللي فيه. شوفوا هنا الغدوة صباح، شوفوا ديك الكمية تاع الماء اللي تحصلنا عليها. فوالا، ودركا واش نديرو بالنسبه البلارات اللي عندي او لي بواط اللي عندي، اي باطه يعني حتى اون بلاستيك لازم تتعقم، تغسلوها بماء سخون تخليوها تنشف. وانا عملت لها في لاباس تاعها، يعني في بدايه الامر عملت لها شويه من زيت الزيتون والخل، اي خل من عندكم. انا كان عندي خل تاع السلطه ديروه. هنا في الاخير زدت ضفت قليل من الزيت الزيتون. كما تعرفوا زيت الزيتون مليح للفلفل الحار، من احسنها. ما عندكمش ديروا الزيت سانغو، يعني الاخر تاع اللي نطيبوا به عادي يعني. فوالا، ونفرغوا في هاي هنا أنا عملت الملح عفوا عملت الخل والقليل من الزيت. كاينه طريقه اخرى، كاين ناس يديروا ما يديروش الملح في البدايه، يديروا دي طرق كل واحد كيف يديره. يديروا الفلفل ثم الملح ثم الفلفل ثم الملح ثم الفلفل ثم الملح حتى يكملوا كميه الفلفل كامل. في الاخير يعملوا زيت
الزيتون. لهنا في الأخير زيدوا أعملوا زيت زيتونة أو الزيت الآخر، وقليل من الملح، قليل جدا من الملح. حنحافظ عليه يعني ما يتعملش معكم هذيك لاكوش هذيك من الفوقانية، تحافظوا عليه من الهواء ويطيب معكم فاسيلمون. لاستيس الأخرى تاني جيبوا بافي فيلم هاي هنا عملت الملح ونغطيوها مليح، ومن بعد شوفوا كيف ما في الأخير كيفاه ندير باه نتخلصوا من أي هواء موجود في هادم البلارات. هنا شوفوا الليبات ولا البلارات تاعي قلبتهم بهذا الشكل كيما نعملوا في الفلفل المرقد، تخلصوا من الهواء اللي فيه هكذا، نضمن باللي الفلفل تاعنا مش حيفسد معنا وحيحافظ على الصلاحية تاعو مدة طويلة. وهوليكم بعد 4 أيام انتم خليوه ما بين أسبوع أو أسبوعين، المهم هنا في اللحظة هذه راهو طاب. فيديو اليوم انتهى، ترقبوا مني المزيد. شكرا لكم، سلام سلام.